السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حنشوفوا بسبوسه بلا بيض، تجي الله يبارك، تجي مشربه وبنينه. ولا حبيتوا تعرفوا الوصفه ما عليكم غير تتبعوها معايا. بسم الله، نبداو على بركه الله. نبداو بالشربات. عندنا كاس ونص سكر، ضفت لهم 2 كيسان تاع الماء. نحرك هكايا مليح حتى وين يذوب ليه داك السكر. نزيد نضيف اون طرونش هكا تاع القارص ونديرها طيب على نار متوسطة. كي نشوفها غلات بدات تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها ونخليها على جهة، نخليها تبرد مليح، ونروح نوجد البسبوسة بنفس الكاس اللي كنت عبرت به السكر والماء تاع الشربات. نعبر به هاد المقادير. عندنا كاس غير ربع زيت، نزيد نضيف له 2 كيسان تاع حليب، من الافضل يكون دافي. نزيد نضيف مبشور تاع حبة قارص ولا تشينا، ورشة تاع ملح، ومغرفة صغيرة تاع لافاني، و3 مغارف كبار سكر. ونخلط هاد المكونات هكايا، نخلطهم كامل مليح حتى وين تحصل على خليط متجانس. هاد البسبوسه هادي تجي بزاف بنينه للقهوه ولا لاتاي، تجي بزاف بنينه. نزيد نضيف كاس غير ربع تاع نواه كوكو، ونخلط هكايا مليح هاد المكونات. ونروح نزيد نضيف لها كاس تاع السميد يكون موايا، وزوج باكيات لا ليفر ما يعادل 20 غرام، ونصفيوهم هكا باش ما يجوناش هادوك الحبيبات في البسبوسه. ونخلط مليح. هايلي كي تخلط لنا كامل مليح، نروح نزيد نضيف نص كاس تاع سميد موايا متوسط. هنايا انا شريت غير هذاك تاع الميزان. ونخلط هكايا، نخلط غير بالمغرفه هكا، نخلطو مليح. يعني هنايا دات لي كاس ونص تاع سميد موايا. ومن بعد نجيب سنيوه تاع 25 على 25 ولا 30 على 25، ندهنها هكايا بشويه زيت، ونديرها هكايا كامل في السنيوه، نسويها كامل مليح. قلت لكم هنايا لازم تتبعوا المراحل كما نقولوا خطوه بخطوه باش تنجحوا فيها. ونديروها هكايا في السنيوه كما راكم تشوفوا، ونسويو لها كامل السطح تاعها باش تجي هكا، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. وكانوا نايو التزيين يعني من الفوق، تحبوا تزينوها ولا تخليوها هكا وطيبوها كما نقولوا طيبوها هكايا. قسمتها هنايا القسمه، تحبوا تقسموها دي مورسو كبار ولا صغار، يعني هنا كيما تحبوا. انا قسمتها على 3 في الطول وعلى 3 في العرض، درت هكا دي مورسو كبار. وكانوا هكا عندي حبيبات تاع اللوز هكايا شبحتهم بها. نتو لا عندكم الكاوكاو ولا عندكم الجوز ولا يعني زينوها هكا. تقدروا حتى ديروها في رمضان، السهرات تاع رمضان تاني تجي مليحه. هذه هي، ونديرها طيب على 160 درجه، نديرها على نار قليله هكا باش طيب مليح. كي تشوفوها تحمرت كامل على نطفي عليها من تحت ونشعلها من الفوق، ونخليها هكا كي تحمر مليح. نطفي كامل عليها، ونروح نجيب هذيك الشربات هذيك اللي كانت بردت، نحي لها هذاك القارص اللي كان فيها، ودرتها هكا في طاس يكون الفم تاعو هكا شويه بوانتو هكا باش يجي ساهل كي نشرب به البسبوسه. غير نخرج البسبوسه هكا وهي سخونه، نشربها بهذاك السيروب، هذاك الشربات هذيك اللي تكون بردت، ونخليها تشرب يعني مينيموم 6 سوايع. نخلوها تشرب 6 سوايع، ولا تقدروا ديروها الصباح طيبوها الصباح وتاكلوها العشيه، ولا العكس تقدروا طيبوها العشيه وتاكلوها غد من داك الصباح. ومن بعد نقطعها هكايا، نقطعها بعد ما كنت مقبل طراسيتها برك، يعني قبل ما درتها طيب. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم.
ونقسم معاكم هكا مرسول تشوفوا كيفاش جات. وجات الله يبارك، يعني كي جات انا درتها في السنيوات 25 على 25 الله يبارك جات عالية وجات ما شاء الله. هذه هي، ولا عجبتكم ما تنساونيش بالجيم والبارطاج، ولي اول مره يشوف القناه ما تنساوش تشتركوا هكا باش يلحقكم كامل جديد، والى وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.